لو دماغك مش بتسكت، لو بتفكري في كل حاجة 1000 مرة، لو بتسألي نفسك هو أنا مكبرة الموضوع ولا أنا حساسة بزيادة، صدقيني أنا عايزاكي هنا تستني وتعملي ستوب، لأن دماغك مش تعبانة، دي دماغك خايفة. وخوفك ده له أسباب وأسباب كتيرة، ومش معناها ضعف ومش معناها أن انت اتجننتي، ده رد فعل نفسي طبيعي لفترة طويلة انت كنتي فيها لوحدك. الفيديو ده هيفهمك ليه بتفكري كده وازاي تهدي دماغك من غير ما تحاربي نفسك. الفيديو ده عن الأوفر ثينكينج. طب هو يعني ايه أوفر ثينكينج أصلا؟ صدقيني ان الأوفر ثينكينج ده مش معناه انك بتفكري كتير. الأوفر ثينكينج معناه محاولة سيطرة. الدماغ هنا بتحاول تمنع وجع قبل ما يحصل. الدماغ ما بتبقاش عايزة تسعدك، هدفها الأساسي إنها تحميكي بقى قبل ما تتكلمي، قبل ما تاخدي قرار، قبل ما تسيبي علاقة، قبل ما تقولي لأ. لو حصل لك موقف جرحك في وسط صحابك، وسط شغلك، وسط في علاقتك مع ولادك، أي موقف بيحط عليكي ضغط، الدماغ بتصحى وتقول أنا لازم أحميها. فالأوفر ثينكينج هنا بيبتدي عشان يديكي أفكار تعملي إيه. طب هل في فرق ما بين التفكير والخوف؟ أيوة، التفكير الصحي عامة بيدور على الحلول، إنما التفكير المرضي بيفضل يتلفي وتدوري في نفس المكان. طب إيه هي العلامات إن دماغك خايفة؟ أول حاجة سيناريوهات سودة، توقع للأسوأ، خوف من الغلط، جلد الذات بعد أي قرار. الخوف مش دايما صوته عالي، أحيانا صوته بيبقى مجرد تفكير، إنما تفكير سوداوي قوي قوي قوي. وهي ليه الستات أكثر تعرضا للأوفر ثينكينج؟ طبعا التربية الغلط، وهفضل أتكلم في النقطة دي لحد بعد بكرة. زي مثلا خلي بالك الناس هتقول إيه، انت بنت، لعبك لأدوار كتيرة جدا، ان انت أم وزوجة وبنت وموظفة وممرضة وسواقة ودكتورة ومعلمة، كل ده بيخش في بعضه وبيبتدي يلخبط دماغك. انتي بتحسي بعلامات عدم الأمان موجودة في حياتك، وعود مثلا مش ثابتة، ناس ما تقدريش تثقي فيهم، حب مش مضمون، مري بأزمة مثلا مع الناس اللي حواليكي، خيانة، ضرر، أذى، استياء، ناس بتعملك أبيوز. أي موقف من المواقف المهينة الصعبة اللي بتحط علينا ضغط في الحياة ممكن فجأة ينور زرار الأوفر ثينكينج. فالدماغ أول ما بتحس بعدم الأمان بتشتغل زيادة. ليه؟ لأن هدف الدماغ إنها تحميكي، فبتساعدك إنك تدوري على طرق تتعاملي مع المواقف السوداوية دي وطرق تقدري تحليها. وطبعا ارجع افكرك ان الاوفر ثينكينج ده مش ضعف، ده عرض نفسي غالبا مرتبط وبيجي معاه توتر anxiety emotional neglect او childhood unpredictability. معناه ايه بقى الكلام ده؟ تعالي نمسك اول واحدة وهي التوتر. التوتر هنا بيبقى ليه أشكال كتيرة جدا، وأكيد هنتكلم عن الموضوع ده لوحده، ولكن بتبتدي تقلقي من كل حاجة وأي حاجة، ودايما تتنبئي مستقبل مظلم أو خلاصة للموقف ده هتكون سيئة. فبتبتدي عندك نبضات القلب تزيد ونفسك يضيق وما تبقيش عارفة تقعدي على حالك، لأن انت خايفة من حاجة انت رسمتيها جوه دماغك، صدقتيها وعشتي كأنها فعلا حقيقة. نقطة اللي هي الايموشنال نيجلكت، بتبتدي تحسي ان الناس كلها حواليكي مستهينة بمشاعرك، وان مشاعرك ملهاش اي قيمة، وان مفيش حد قادر يسندك ولا يفهمك ولا يحس بيكي في المشكلة اللي انت عمالة بتعملي لها اوفر ثينكينج. فبتحسي باهمال عاطفي ومساندة من الناس اللي حواليكي. ثالث نقطة وهي childhood unpredictability، ان انت كمان كبرتي بشكل مفيش إحساس بالأمان مستديم جايلك من صورة الأب أو صورة الأم. فهنا اتعلمتي إن الحياة غير مستقرة، غير آمنة، وممكن في أي لحظة تقلب عليكي. وبما انك غير مجهزة انك تتعاملي مع التقلب ده بشكل قوي فتفضلي ثابتة على رجلك، بتبتدي تقلقي وتخافي. وهنا الاوفر ثينكينج بيبتدي يتحول لعرض، يبتدي يزيد وبدخلك تاني من اول وجديد في الدايرة دي، فما بتطلعيش منها
بسهولة. بالتالي الأوفر ثينكينج بيبتدي يشتغل معاكي على طول. تخيلي مثلا جهاز انذار شغال طول الوقت حتى لو مفيش اي حرامي، ايه اللي هيحصل؟ هتفضلي على طول قاعدة مترقبة ان الحرامي ده هيخش عليكي بغض النظر عن ده لو حقيقة ولا لا. حلو قوي. طب هنهدي بقى دماغنا ازاي؟ اول حاجة طمني دماغك، مش تسكتيها. ابتدي قولي لنفسك انا شايفاكي، أنا كبيرة كفاية وأقدر أتعامل. كل الأفكار اللي جوه دماغي دي توقعات مش مبنية على دليل. أنا طلعت من مواقف زي دي أكتر من مرة. تاني نقطة الكتابة، وهفضل أقول الكتابة لحد آخر العمر. الكتابة في الصحة النفسية مهمة جدا، ولما تيجي تشتغلي على نفسك حقيقي من أكتر وأسرع الطرق اللي بتقدر تساعدك. هنا هتكتبي سؤال جواب. يعني ايه سؤال جواب؟ سؤال جواب معناها سؤال واحد، هو في دليل قطعي اقدر اخش بيه محكمة واكسب قضية ان التنبؤ بتاعي ده والافكار السوداوية اللي موجودة جوه دماغي دي حقيقية؟ اجابة نعم او لا. ولو نعم فايه الدلائل؟ ولو لا فايه برضو الدلائل؟ واجهي نفسك، اتكلمي معاها كأنها صديقة عزيزة عليكي وفعلا تقدري تحميها، تقدري تشيلي مسؤوليتها. طبطبي عليكي وكلمي معاكي بشكل فيه حنية، مش لازم قسوة، مش لازم تسمحي للأوفر ثينكينج ان هو اللي يكسب كل مرة. حاولي انت اللي تسيطري على دماغك بدل ما دماغك تسيطر عليكي. رقم 4 وبالذات في الأوفر ثينكينج بتشتغل كويس قوي 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 انك تحركي جسمك. في الحركة بركة. لو انت قاعدة طول الوقت مش شاغلة نفسك بأي حاجة، مش وراكي أي حاجة تعمليها، مش بتقري كتاب، مش بتكتبي حاجة، مش بتتفرجي على حاجة، مش واقفة في المطبخ، مش بتنظمي حاجة، مش رايحة مشوار، مش بتعملي حاجة علشان السيلف كير بتاعك، وسايبة نفسك بينك وبين الحيطة بتتفرجي عليها والدماغ شغالة، صدقيني الأوفر ثينكينج كده مش هيقف. فانتي محتاجة باستمرار ان انتي في الفترة الأولانية على ما تتعلمي ازاي تسيطري على دماغك ان انتي تشغلي نفسك وتحركي جسمك. الرياضة فوائدها كتير قوي 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 لا تحصى، سواء من الناحية الصحية أو من الناحية النفسية. هنا مش مطلوب منك ان انتي فجأة تصبحي محترفة في الجيم ولا تبقي بتموتي نفسك في الرياضة. كل اللي انتي محتاجة تعمليه انك تمشي على الأقل 30 دقيقة في اليوم. المشي يوم ورا يوم ورا يوم هيبتدي يهدي جهازك العصبي ويحسسك ان انتي كلك على بعضك مسترخية، فبالتالي احساس الامان هيرجع لك، فمخك هيبتدي يهدى. انا عايزة اسيبك بقى بالرسالة دي، رسالة لكل ست بتفكر كتير. انتي مش محتاجة تعالجي دماغك، انتي محتاجة تطمنيها انك مش لوحدك وانك دلوقتي اقوى من اي وجع فات. افتكري الكلام ده كويس قوي، وافتكري ان انتي عندك القدرة انك تشتغلي على اي ضعفات بطرق بسيطة. اهم حاجة انك تستمري وتقرري. ولو حاسة ان التفكير واخد طاقتك وفي حاجات اعمق محتاجة تشتغلي عليها، غير ان انا عاملالك اي بوك مخصوص عن الموضوع ده، في كمان الجلسات الأونلاين. ابعتيلي وأنا موجودة عشانك وليكي وهسندك في المشوار.